بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله كنت عايز اتكلم عن حاجة معينة، وهي ايه الاحسن في التعليم، الكتب ولا الفيديوهات، خصوصا في مجال البرمجة او الكمبيوتر ساينس عموما. ايه الاحسن، نتعلم عن طريق الفيديوهات على اليوتيوب ولا اتعلم عن طريق الكتب، اجيب كتب واقرأها؟ السؤال ده طبعا كان في واحد سألني على الفيس السؤال ده. جاوبته ببساطة ان الكتب هي المصدر او المرجع اللي انت بترجع له، والفيديوهات للتعليم في اول مره. يعني اقول لكم على الطريقه اللي انا شغال فيها لما اجي ادخل اي مجال جديد واجي اتعلمه، بتعلم من الفيديوهات على اليوتيوب. تمام، ده علشان انا اول مره اتعلم الحاجه دي، فبتعلم عن طريق الفيديوهات. لو في دوره بدخل فيها واتعلمها من اولها للاخر. تمام، ده الفيديوهات. لكن مع ذلك لازم اجيب كتاب في المجال ده بحيث يكون مرجع ليا. يعني انا اول ما بدات في البي اتش بي دخلت دوره بي اتش بي على اليوتيوب واتعلمت البي اتش بي. طيب برضو لازم انا جبت كتاب بي اتش بي اند ماي اس كيو ال فور دامز علشان يبقى مرجع ليا، بحيث يبقى انا كده اتعلمت الفيديوهات ويبقى عندي كتاب مرجع ليا اطلع منه المعلومه وقت ما انا عايز بسرعه. انما الفيديوهات صعب انك تفضل تألف فيها علشان توصل للمعلومه اللي انت عايزها، انما بالكتاب تقدر تجيب اي معلومه منه بسهوله. بس يعني هو ده الفرق ما بين التعليم عن طريق الكتب والتعليم عن طريق الفيديوهات. طبعا الفيديوهات بيبقى ممتع شوية وخصوصا لو في اول مرة، انما الكتب لو هتيجي تتعلم منها في اول مرة بتبقى مملة. فانا بفضل ان الكتب تبقى مرجع ليك، والفيديوهات لو هتتعلم الحاجة دي او المجال ده في اول مرة.